هنا لدينا الآن هذه الكرة، هذه اللعبة الملعوبة، لكن الدربكة وبعد ذلك الكرة تلعب وما زالت الكرة خطيرة، تسديدة ولكن تألق بلال وبعد ذلك المتابعة. الله 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 الله، الراقي يسجل والراقي يتقدم عن طريق حمد الحبسي، ونادي النهضة يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء، والنهضة يفرح الأنصار، والابتسامات والفرحة الكبيرة تأتي من المدرجات بعد كرة وبعد هدف أول. نادي النهضة إذن يتقدم عن طريق البديل، عن طريق حمد الحبسي، الورقة الرابحة. حمد يسجل في مرمى نادي صور، حمد يسجل الآن أول أهداف اللقاء، أول أهداف المواجهة بعد متابعة وبعد كرة وبعد أيضا تصدي لبلال، لكن في النهاية الكرة في الشباك، وبانتظار أن نشاهد الإعادة وبانتظار أن نشاهد الهدف الذي سجله حمد الحبسي. لكن هنا نتابع، هنا نشاهد هذه الكرة التي لعبت، وبعد ذلك هنا هذه الكرة حاول على طريقة كابتن ماجد وياسين، ثم بعد ذلك التسديدة من ميسوكي، ثم بعد ذلك التصدي، ثم تسديدة قوية من قبل اللاعب حمد الحبسي، معلنا عن تقدم النهضة، معلنا عن تقدم الراقي، معلنا عن نادي النهضة بأنه بالهدف الأول في هذا اللقاء. حمد الحبسي يسجل لنادي النهضة الهدف الأول في لقاء الذهاب، في ذهاب الدور ربع النهائي. وهنا بلال البلوشي يوجه الحيطة البشرية، وهنا لدينا الآن هذه الكرة، ولدينا الآن هذه المحاولة، واللاعب الذي سيكون حاضرا هو سعيد الغيلان اللاعب رقم 14، وجمال الوحشي الآن على تنفيذ الضربة الحرة، وأيضا لدينا ميسوكي. هل ينفذ هذه الكرة وتكون كرة قوية؟ وهو الأقرب لذلك ميسوكي. الله 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 الله، جول ثاني يسجله نادي النهضة عن طريق ميسوكي تامبيري، والنهضة يتقدم مرة أخرى عن طريق الكاميروني، الأسد الكاميروني يسدد كرة قوية وتسكن الكرة في الشباك، والنهضة يسجل الثاني كرة ميسوكي، وبعد ذلك تعامل غريب من قبل بلال البلوشي. لاحظ هذه الكرة التي سكنت في الشباك، ميسوكي يسجل كرة قوية، كرة في الشباك. هذه الكرة، هذه اللعبة هدف ثاني يظهر فيه الكاميروني لأن يفرح نادي النهضة بهدف جديد، الثاني للراقي، والراقي يريد أن يذهب إلى الدور القادم